خبز الدار اللي لازم يكون حاضر في مائدة عيد الأضحى. صبيحة كما يقولوا صبيحة العيد تقدري تشربي به قهوة، ولا تقدري حتى تاكلي به كما يقولوا حاجة مالحة. خبز الدار هذا يجي كما يقولوا خفيف، يجي بنين، الله يبارك عليه. كما يقولوا وين تحطيه يحمر لك وجهك، تحطيه مع القهوة يجي، تحطيه مع على مائدة الفطور ولا العشاء يجي خفيف، يجي بنين، يجي صدقوني كما يقولوا شحال تاكلي منه ما تشبعيش. هذا الخبز حتى مام كي طيبيه ومن غدوه ذاك تخليه راح يبقى هو حتى حاجه ما تبدل فيه، تقول كاطو ماشي خبز. المهم حبيباتي، اذا ما راكيش مشتركه في قناتي وشفتي الفيديو هذا، فضلا وليس امرا اشتركي في قناتي وديري لي جام باش تطلع قناتي وتبعي الوصفه، واذا عجبتك ما تنسيش ديري لي تعليق. اروحوا نبداو على بركه الله. تجيبي كما يقولوا يان ولا بسينه ولا ديري فيها المقادير اللي راح نقولهم لك. ديري كاس ونص تاع حليب، كاس ما، ديري مغرف خميره الخبز، وديري مغرف السكر، وديري نص كاس تاع الفرينه، وخلطيهم مليح وخليهم يتفاعلوا حتى وين تخمر ولا تطلع هذيك الخميره، ونغطوها ونخلوها بجهه. كي نشوفوا الخميره تاعنا تفاعلت مليح طلعت، نزيدو هذوك كما يقولوا المكونات اللي باقيه. نزيدو نص كاس تاع زيت، عندي هنايا حبه بيض كامله وبياض البيض والاصفر راح نستعملوهم بعد. نخلطو في كل مره راح نخلطو مكونات مليح، وخاصه هنايا البيض لازم هنايا راني نستعمل انا في الفوي. خلطته مليح حتى شفتو تمازج مع المكونات. هنايا زدت الفرينه والملح، طبعا الملح ما تنساوهش. انا درت عيني هي ميزاني، ما نكذبش عليكم، انا ما نحبش الملح بزاف. بديت هنايا نزيد في الفرينه كما يقولوا كاس مور كاس، انا استعملت الكاس هنايا، وانتم الفرينه دوكا نوري لكم القوام تاعها. تعرفي كي تكوني تخلطي بشويه بشويه حتى تعرفي تشوفي في القوام تاعها مليح. هنايا بديت بعد ما كنت نستعمل الفوي حطيته، دوكا راني نستعمل في يدي. هنايا كما راكم تشوفوني خلط مليح، يعني تعجنيه كما تعجني الخبز عادي. هنايا دائما حاولي دائما في الخبز باش يطلع لك وباش يجيك يعني سر النجاح في الخبز هو دائما دخلي الهواء، حاولي تدخلي الهواء. شوفي عزيزتي، هنايا انا نحيته من الجفنه وحطيته هنايا في بلون دو طرافاي ولا فوق البوطاجي، وراني كما راكي تشوفي القوام تاعو هنايا يجي مطلوق. هنا زدت له شويه زبده باش يزيد يجي خفيف زياده، يجي كيما خبز البريوش. شوفي هنا يا عزيزتي، انا راني نخلط مليح. شوفي مع الاول كي تزيدي الزبده تيبان لك بلي راهو مطلوق بزاف، بصح صدقيني كل ما كما يقولوا تعجنيه مليح وتبداي تعجني فيه مليح، يعاود يولي القوام تاعو هايل. يعني شوفي الصوره هي تعطيك كما يقولوا تعطيك الخبر. هنايا بعد ما شوفي كيفاش يجي، ما يجيش يابس، يجي شويه مطلوق بصح ما يتلاصقش. هنايا عاودت رديت العجينه تاعي، درت لها شويه زيت باش ما يلصقليش، وحطيتها وغطيتها وخليتها تخمر. هنا بعد ما تنساوش، نسيت حبيباتي ما قلت لكمش بلي انا درت السانوج، يعني يشبح صدقوني يشبح تاع هذا الخبز هو السانوج. واللي ما تحبش واللي ما تاكلوش ولا العائله ما تحبش السانوج ما ديريهش، ولكن المنظر تاعو راح يعطي يعني منظر هايل للخبز. هنا كما راكي تشوفي انايا جبت ورق الطهي حطيته فوقه وعجنت وخبزت كما راكي تشوفي. يعني السمك تاع الخبز ما ديريهش خشين، يجي كما راكي تشوفي من بعد يطلع. هنايا جبت هذيك الصفر تاع البيض اللي كنت انايا خليتها كما راكم تشوفوا، زدت لها شويه حليب ودهنت بها الخبز تاعي. انا هنايا في هذه العجينه جاتني زوج وجاوني كبار الله يبارك، وحده درتها مدوره ووحده درتها كاري دوكا تشوفوها.
هنايا كي ديري الصفار البيض ديري السانوج والجلجلان، سمحوا لي عفوا، والجلجلان يعني شبحي كيما تحبي نتيا، تحبي تضريه كامل من الفوق، تحبي كيما تحبي. انايا درت هذا الشكل، كل واحد كيفاش يدير. عزيزتي هذا كنخليهولك ليك نتيا. هنايا تخليها تخمر، تغطيها تخليها تخمر غير شويه برك، ومن بعديك تشعلي الفور تاعك سخون وديريها طيب. هنا هذه الخبزه الدوزيام اللي درتها انايا كيما راكي تشوفي، درتها مربع، درتها في انا هذو هما السنيوات اللي كانوا عندي درتهم فيهم. تقدري تيا ديريهم كامل مدورين ولا مربع ولا كيما تحبي. المهم نفس الشيء شبحته كيما الخبزه الاولى ودرتهم في كيما تعرفوا الخبز يجي في الفور يكون سخون. هنايا كما راكي تشوفي حبيبتي، الله يبارك ما شاء الله، طاب بريشه كما يقولوا قطن، الله يبارك، تقول غاطو. الصوره هي تعطيك الخبر كما يقولوا. هنايا كيما راكي تشوفينا هذه شويه حمرت لي تاع المربع، بصح ماشي حاجه برك. هنايا يتبان شويه يعني محمره شويه زياده، بصح صدقوني جا روعه روعه. حبيبتي اذا وصلتي الى المقطع هذا من الفيديو ما تنسيش ديري لي اشتراك، ما تنسيش ديري لي لايك، وما تنسيش ديري لي تعليق وتقولي رايك في كما يقولوا في هذا الوصفه. ان شاء الله تجربيها وصدقيني والله ما تندمي كي تجربيها. ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.